حتى لو كان هوصل وهاجم بكره لازم لاخر يوم، وانا برضه قلت ده في ليه، افضل اقول حل سياسي، والا قدام العالم بخدم اسرائيل وبديها كل ما تطلبه، وانا بقول عايز حل سياسي، عايز حل سياسي، عايز كده. لكن انا برضه بدي اقول انها مش مناوره الكلام اللي حاصل. والله انا بدي اقول لك ايماني، اذا لم نستعيد الضفه الغربيه بالحل السلمي والقدس وغزه سنبقى سنوات ولن نستعدها، وبهذا تضيع الى الابد ارض عربيه وينتفي عنها صفه الارض العربيه بصرف النظر عن الكلام. هو التوقيت هذا الإجراء الوصول إلى هذا الحل عنده توقيت معين، يعني ممكن بعد كذا من وقت يكون أي حل هذا المشروع؟ ما فيش حل في المشروع السلمي 99% ونص بقول لك، يعني لا توقيت إن بعد كذا يتم السحب، بعد كذا يتم. لا احنا طالبين طالبين الجدول الزمني، إسرائيل رفض، ما في توقيت يعني. انا بدي ايه؟ ما هو احنا بنحارب واحنا اللي هنحارب، احنا عندنا سنة بنشتغل. يعني بدي اقول حاجة، هذا ده كلام برضو كلام العراقيين. احنا اذا عدينا القناة بنهز اسرائيل وبنهز الشرق الاوسط وبنهز الدنيا كلها، لكن لن نستطيع ان نعبر القناة طالما عندهم تفوق جوي ومش عارفين نظبط. احنا عاملين تخطيط وتوقيت على اساس نظبط هذا الكلام. لا هذه خلاص يعني، اذا هذه مذبحه لنا احنا باستمرار نستنزف في هذا. ليه؟ ما احنا ذابحينهم واخدين الفانتوم واخدين الطيارين. نفكر تفكير اخر، نفكر نهاجم قواعد عدوان نفسها وندمرها، هي هذه المواجهه رغم انها خطيره. نهاجم منين؟ نهاجم اسرائيل منين؟ ونشوف المقتل الاسرائيلي. ما ده اللي كنت تقعدوا تتكلم. طب ما هو كلام الهجوم يعني في كده سهل، عشان تهجم لازم يكون عندك قوات ولازم يكون عندك غطاء جوي ولازم يكون كذا. احنا الحقيقه بنقول ده لازم ندبره لانه ده جاي، لابد انه جاي. هذا اللي بندبر كويس. لكن بقى ايه لغايه ما يجي انا غير مستعد حد يكتفني. يعني ايه؟ لان انا رايي الناس اللي بيتكلموا هذا الكلام ناس غير مسؤولين، لا تهمهم مسؤوليه الامه العربيه. كل واحد بيفكر في الشخص اللي فعلا اللي بعيد عن معك واللي موجود، لكن الشخص اللي يعرف الكلام هذا مسؤول عنه. انا عايش حياه يطبق على الطبيعه، هو اللي كل كلمه بحسابها، هو ياخذ طريقه. احنا عايشين. طب انا مثلا انا رجعت من روسيا قاعد في القاهره مش قادر امشي، عندي شغل وعندي ضرب وصواريخ عايز اطلعها على القناه، طلعنا امبارح صواريخ احنا دلوقتي بنعمل اللي هي عمليه اللي هم بيقولوا عليها بالانجليزي الليفروج، اللي هي خطوه الضفدع. بنعمل الصواريخ كده. احنا بقى دلوقتي عايزين نعمل موقع الصواريخ. من السنه اللي فاتت كل ما نعملها يقولوا يضربوا العمال مات يعني مئات من العمال التراحيل اللي هم الناس يعني اللي هم قاعدين بيشتغلوا في مواقع الاسمنت. فما فيش فايده الحقيقه، اليهود مركزين بيضربوا المواقع. قلنا نعمل موقع صواريخ من اننا ومن روسيا، وفي حمايته نعمل قدامه المواقع الثانيه، ان اذا جاي يضربها بيبقى هو مضروب بالصواريخ. بعدين ننقل في المواقع الثانيه وفي حمايتها نعمل مواقع قدامها. دي العمليه اللي ماشيه. الشهر ده بنكون خلصنا العمليه كلها ونبقى على القناه نضرب، يعني نمنع الطيران انه يضرب قواتنا ونضرب شرق القناه، وده ممكن يدينا فرصه بعد كده ان احنا نعدي، يعني مع طبعا الاهتمام بالقوات الجويه. دي المعركه اللي احنا عايشين فيها. الحقيقه انا برضو ليه قبلت ال3 اشهر. ما احنا يعني ال3 اشهر هم بيقولوا ان ما حدش هيصلح موقفه. الحقيقه ال3 اشهر بيخلوني اتنفس، لان في استنزاف مضاد. يعني ما بيموت عند اليهود 10 انا بيموت عندي 100. بقول لك كده يعني الوضع كده، حقيقه الاوضاع الموجوده. احمد حسن بكر ما بيموتش عنده الا حوادث العربيات، يعني اذا عربيه عملت حادثه او واحد اتزحلق في سكه في قشره موز وقع، يعني هو ده اللي موجود في القوات العراقيه. انا عندي يوميا العمليات بهذا الشكل. احمد حسن بكر قاعد هناك والراجل كويس وبيشرب سجاير ومظبوط، يشرب قهوته جنبه الزمزميه ويشرب منها الميه، لازم يشتغل هناك
شفت الزمزمية؟ قاعد الراجل ويقول لك عبد الناصر سلم استسلامي تصفوي. شنو موقف الروس؟ من؟ ايش موقف الروس من والله الروس هم قالوا لنا لا تقبلوا، كان رأيهم لا نقبل المبادرة ولا نرفضها، نعوم الدنيا. وانا قلت لهم ما بينفع. طب انا هعوم الدنيا وهم خدوا الفانتوم وال 120 طيارة، هتدوني ايه بقى؟ عايز منكم ادوني 200 طيارة و200 طيارة قصد الطول، لان الفانتوم ب6 طيارات من بتوع الطيارة الفانتوم ب6، فاذا هم خدوا 50 فانتوم لازم تدوني 300 ميج 21. كان رأيهم طب ازاي نقبل؟ يعني هم رأيهم ان الكلام هو قرار مجلس الامن، بس هم بيقولوا ايه؟ ليه نقبل اقتراح امريكي؟ ليه تقبلوا اقتراح امريكي؟ فقلنا لهم طيب يعني عايزين ايه؟ قالوا نعوم، يعني ما نعمل اقتراح مصري تقبلوا. فقلت لهم نبقى ما نعمل اقتراح مصري بنبقى يعني ادينا اسرائيل الفرصة انها تنفذ خططها. اسرائيل مش هتسيب الارض بسهولة. والاخر قالوا انهم هم هيأيدوا وجهة نظرهم. لا اذا دخلنا حرب مع اسرائيل ايش الموقف؟ تدخل امريكا؟ لو هم رأيهم ان امريكا هتدي اسرائيل كل الاسلحة واحدث الاسلحة، وان اذا هم ادونا سلاح جديد الامريكان هيدوا سلاح جديد. موقفهم هم مش عايزين مواجهة. موقفهم يعني هم قالوا لي الدور الاخراني يعني حتى كلام يعني ان اصدقائنا العرب ما اظنش انهم طالبين ان احنا نحارب بالنيابه عنهم. يعني انا قيل لي هذا الكلام في الاجتماع الاخير، يعني قلت لهم هو مش معقول، انا عمري ما قلت متاسف، انا مش ما بطلبش انكم تحاربوا النيابه عننا، احنا هنحارب لنفسنا. بس العمليه انكم يعني احنا بنحارب على مبادئ وبنحارب ضد الاستعمار الامريكي، لازم تساعدونا بالسلاح والمعدات والكلام ده. الروس مش هيحاربوا معانا، لا، والروس مش ممكن يدخلوا مواجهه مع امريكا، لان ده موضوع اصلا موضوع حياه او نهايه كامله. يعني امريكا مش هتدخل الحرب ضد بعض. امريكا في 56 لما بريطانيا وفرنسا دخلوا ضد العرب، العالم كله انقلب ضد العدوان. هم خدوا هذا الدرس النهارده، بدل ما يقفوا ويجوا هم ضدنا بطريقه مباشره، بتيجي اسرائيل وبيدوها ناس وياخدوا جنسيه اسرائيليه ويدوها سلاح. وعندنا اعترافات الاسير الاخير بيقول ان الامريكان بيشغلوا، هم اللي بيشتغلوا على الفانتوم وكل حاجه. اذا الحرب محدوده بيننا وبين اسرائيل وفي الامكان. لا شكلا الحرب محدوده بيننا وبين اسرائيل شكلا، ولكن من هم وراء اسرائيل؟ الامريكان. لكن الطريق الغير مباشر هو اخطر شيء، لان مع مرور الزمن حتبدا اسرائيل من الصعوبه بالمكان من حيث نواجهها. قد تمتلك القنبله الذريه، اذا ما نتركش اسرائيل حتى تصل الى هذه الدرجه. ازاي؟ يعني اليوم احسن من بكره. مين يعني؟ بكره احسن من بعد. اليوم نعمل ايه؟ يعني الصدام مع اسرائيل كل ما كان قريب كل ما كان طيب مين اللي هيصطدم مع اسرائيل اليوم؟ انا اللي هصطدم. مليون نضحي بمليون. مليون منين؟ من مصر. ما هو مش هو الوضع بهذا الشكل، نصطدم النهارده او نصطدم بكره او نصطدم بعد بكره ونحارب النهارده او بكره وبعد بكره. يعني والله انا معاك في عمليه حشد القوى العربيه، بس ما حدش هيحشد. لكن ايه، ارجو انك تنجح في هذا الموضوع، لان ده كسب القضيه العربيه. احنا نثق فيكم، بتكلم ده والله يعني احنا يعني بالذات احنا نثق فيك ثقه لا ولا ما عشان وجودك يعني هنا. لما رجعت من بغداد قلنا العراقيين ضحكوا عليك وبتاع، وقفت في مجلس الامه شكرت في العراقيين والاشياء، وهم بدهم ياخذوا فلوسك ولا هيدوك طيارات ولا حاجه. واحد يجي لك عماش ويقول لك فوت 10 مليون جنيه عشان نشتغل يوم. والله سيدنا علي دوقوه قال لهم اقول لكم حاربوا في الصيف تقولوا ايه الدنيا حر، لا انا حارب في الشتاء. اقول لكم حاربوا في الشتاء تقول لا الدنيا. قريت انت الفتنه الكبرى بتاعت طه حسين؟ قلت لكم حاربوا في الشتاء تقول لا الدنيا برد.